مشكله بنوته. البنوته حبيبتي كان في صداقه ما بينها وما بين شاب. الصداقه دي توطدت جدا 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 جدا، بقوا بيكلموا كل يوم على التليفون، كل يوم بيسالوا على بعض، الموضوع بقى فيه خروج ودخول. ابتدى يقول لها: ايه يا بنتي اللي رجعك وقت متاخر كده؟ مفيش بنت بترجع في لبيتها في وقت متاخر كده. فهي تخيلت ان يعني نوع من الاحترام والعادات والتقاليد وكده وكده. ابتدينا نتكلم على الهدوم الضيقه. ايه يا بنتي مالك لابسه بنطلون ضيق كده ليه؟ مش الجيبه دي قصيره حبتين عن اللبس اللي انت بتلبسيه؟ ايه يا حبيبتي وطي صوتك عشان الولاد اللي حوالينا بيتكلموا معاكي، كنتي واقفه مع فلان الفلاني مطوله معاه يعني في الكلام، كان في موضوع مهم ولا ايه؟ اصل ما يصحش برضو، اصل ايه؟ ولما هي بتطبق عليه الكلام اللي هو بيقوله على الولاد التانيين بيقفش ويزعل ويتضايق. يعني هم ممكن يخرجوا ويروحوا سينما مع بعض في المتأخر وما بيتكلمش ولا في عادات ولا في تقاليد، ويقول لها: طب قولي لمامتك عشان بس مامتك ما تزعلش وما تتضايقش وكده. وبعدين بتقعد تتكلم معاها قدام الناس بالساعه والاتنين، ولما تيجي تمشي تقول له: بس عشان الناس ما تقولش حاجه. يقول لها: ايه محدش عندنا حاجه، انا البست فريند بتاعك. اصل انا في جوب عايزه البسها. ممكن تلبسيها وانتي نازله معايا، اصل انا البست فريند بتاعك. الله. المهم ما علينا. البنت قالت لك ايه؟ في مشاعر وفي كده. فانا استنى بقى هيصارحني، وانا بقى هبتدي ايه افرش الفرشه بتاعت ايه انت وبتاع، يعني بديله فرصه. يعني يمكن يكون هو مكسوف مثلا ان هو يتكلم، يمكن يكون هو مش متاكد مني، فانا هبتدي ااكد له المعلومه. مفيش. فقالت لك خلاص انا هلمح. ابتدت تلمح له: على فكره ده انا اصحابي بيقولوا ان احنا لاقيين قوي على بعض، ده انا مش عارفه مين بيقول لي والله لو انت هتتجوزي واحد زي فلان ده انت هتبقي مبسوطه قوي. حاجات بقى شبه كده. مفيش. فابتدت تقولها له جمله وتفصيلا: انا شايفه ان انت بتغير عليا، وشايفه ان انت بتقولي وبتعملي وبتاع، فلا لا 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 لا، انا ماليش فيه، احنا اصحاب. هو انا قلت لك حاجه؟ هو انا قلت لك ان انا عايزه ارتبط بيكي؟ انا قلت لك انا بحبك؟ انا في حاجه ما بيني وما بينك؟ انا ما فيش. لعيب ابن الذين. عايزه تروحي تصاحبي روحي صاحبي، عايزه تتخطبي تخطبي، انا مش راضي وما بحبش اضحك على بنات الناس. فبعتت لي برنامج هي وبس. حبيبه قلب مامتها عندها هي حل من الحلين: اقطع معاه دلوقتي، انا اقطع معاه حالا وابلكوا بقى رضوى زي ما انت قلتي على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى انتهى خلاص بالنسبه لي، يا اما افضل بقى في مرحله الاستهبال دي، يمكن ربنا يهديه ويعني ويجي يقول لي بقى عايزه اتقدم لك وكده. اعمل ايه؟ فانا طبعا يا حبيبتي طبعا انا هخليكي تعملي زي ما بيقولوا ايه ميكس اند ماتش. يعني عارفه ما تحطي التقليه على الملوخيه، انا دلوقتي هخليكي تحطي التقليه على الملوخيه. خلاص. خليني بس اقولك على حاجه: انت حضرتك ما ينفعش تقطعي معاه، عشان لو قطعتي معاه هيبقى دمك محروق، ولو هو حرق دمك يبقى وصل، ولو وصل عمره ما هيفكر فيكي، ولا عمره هيقولك بحبك، ولا عمره هيقولك احنا طب انا عايزه اتقدم لك. انت بقى عايزه توصلي ان هو عايز يقولك بحبك وعايزه اتقدم لك، فانت بقى هتعملي ايه؟ هتستهبلي بالعكس. خلاص. يعني هتتكلمي معاه كأن شيئا لم يكن. هاي يا محمد، عامل ايه؟ مثال يعني، اخبارك ايه؟ مش عارفه ايه، ننزل انزلي. خلاص زي ما كنتوا بتنزلوا انزلي. خلاص. بس انت لو بتنزلي تقعدي ساعتين، هتقعدي نص ساعه. نص ساعه. وهتقولي: اوه يا نهار ابيض، نسيت ميعاد نوع. شفتي يا اخي انت السبب، نسيتي ميعاد صاحبتي، لازم انزل اروح. نوع كانت رايحه للدكتور دلوقتي، يلا قوم وصلني. ها؟ هيوصلك. لو انتوا متعودين يبعت لك رساله وانت تبعتيه رساله، هيبعت الرساله هتردي عليه بعديها بساعه. تاني يوم انت هتتكلمي عشان انت مش محروقه والموضوع مش فارق لك ومفيش موضوع.
هاي محمد عامل ايه؟ سوري والله امبارح كان يوم وحش قوي ونهى كانت تعبانه قوي ومش عارفه ايه وكذا. يلا خلينا نتقابل امتى؟ بكره نتقابل بكره طبعا. يلا الساعه كام؟ الساعه 7. اوكي 7 فين؟ تمام. جت بقى الساعه بكره دي الساعه 6. مسج رساله. ها سوري يا محمد انا اسفه قوي 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 قوي، انا حصل لي مصيبه ومش عارفه يعني اروح فين، يعني نازله يعني اجيب بتنجان لامي عشان امي عايزه تعمل محشي. عادي بتحصل. امي عايزه تعمل محشي، مين هيجيب لها بتنجان غيري في البيت؟ انا مسؤوله البتنجان في البيت. خضار، انا مسؤوله الخضار في البيت. يلا ليتس دو ات، يلا خلينا نعمل كده بكره. وبكره هتنزلي ثم بعده لا امشي كده اسبوع 10 ايام. هو تديله، ليه بقول كده؟ تديله احساس انه اللي قاله ده ما فرقش معاكي، تديله احساس ان هو مش فاهمك، فهو بالتالي لازم يقعد يفكر منين هي بتقول لي انها بتحبني وما قفشتش ومفيش موضوع، فيبتدي يوندر. فالراجل لما يبتدي يفكر، لما توصلي الراجل انه يفكر، انت هنا جبتي طرف الخيط خلاص. يبتدي عامل كويس عشان عايز يفهم. اول لما حضرتك تحسي ان هو عاملك كويس، اول ما حضرتك تحسي ان هو عاملك كويس هتختفي تماما من غير ما تبلكيه. البلوك ده بيجي في المرحله بقى اللي هي بعد 5-6 شهور دي، او لما يبقى فيه مصيبه سودة. بس احنا دلوقتي عايزين نبقى بنات حاطه رجل على الرجل واحنا بس فريندز. يجي بقى هو يقول لك ايه قبل بقى ما تختفي؟ ايه يا بنتي بكلمك؟ لازم بقى تقعدي فتره ايه يا بنتي بكلمك انت فين قبل ما تختفي. يعني انا اكيد شايفه ان البست فريند بتاعي لازم يكون مقدر ظروفي. امال مين هيقدر ظروفي غير البست فريند بتاعي، غير اخويا؟ يا جماعه عندي مشاكل، مغروسه مع واحده صاحبتي في مصيبه، وتفضلي كده محيراه حوالين نفسه. بوسه كبيره لبابا وماما واختفى وانتهى. بس اوعي تقطعي دلوقتي حالا عشان انت هتوصليه انه يبقى قاعد زيي وظهره مفروض زيه حاطط رجل على رجل وبيحتسي شويه قهوه كده. لقد فعلتها. لا مش هيفعلها، انت اللي هتفعليها وتدعي لي بقى بعديها عشان انت هتحسي بارتياح نفسي خطير. اول مشكله الراجل، والمشكله عجبتني. الاستاذ بيشتكي منها علشان هو بقاله 3 سنين معاها، بيخونها وهي ساكته وبتفوت علشان خاطر بتحبه. ساعات يتعصب عليها، فهو بيقول في الرسالة ان هو بيتعصب عليها بيبقى غصب عنه يا حرام، بيضطر ساعات يفلت اعصابه او اعصابه تفلت، وممكن مرة يمد ايده عليها وممكن مرة يكون في يعني لفظ يعني رضوى يعني عادي، يعني شتيمة ما بتلزقش. الحقيقة كمان ان هو مش شايف كل طلباتها كما يجب، وهو راجل بيشتغل جدا فهو ما عندوش الوقت العظيم قوي ان يسأل عليها. ورغم كل اللي انا لسه قايلاه دلوقتي، ورغم كل اللي هو قاله بلسانه في الرساله، لكن الحقيقه بتقول انه هي كانت بتحبه جدا فكانت بتسامحه وبتغفر له الشتيمه والاهانه والخيانه، على امل ان هو ربنا هيهديه وهيتجوزها. لكن الحقيقه حصل الشيء اللي هو ما كانش متوقعه. اتخانقوا خناقه عاديه جدا جدا، ما تستاهلش يعني الثعبانه، ما تستاهلش الفراق، ما يستاهلش ان الحب الكبير العظيم اللي هي كانت بتوريهوله ده انه ما يبقاش موجود. ولما حصل الثعبانه هو تخيل ان هي زي كل مره هتيجي وتطبطب عليه وتصالحه وتقول له حقك عليا انا اسفه سامحني ما تزعلش مني انا بحبك. لكن حصل العكس، هي ما اتكلمتش، لا اتكلمت ولا كان عندها اي نوع من اي انواع رد الفعل الايجابيه كانت او السلبيه. طبعا هو استغرب جدا، وكرامه الراجل اللي بتطلع فجاه تتقلب لايجو لكبرياء، قال ان انا مش هكلمها وانها اكيد كده كده هتتكلم. اداها شويه وقت ما اتكلمتش، اداها شويه وقت ما اتكلمتش، اداها وقت اكبر واكتر برضه ما اتكلمتش.
فقال لنفسه خلاص انا هاجي على نفسي وما فيهاش حاجه يعني لما اكون بكلمها وبصالحها مره في 3 سنين. حين هو لما كلمها هي رفضت اعتذاره ورفضت انها ترجع. فبعت لبرنامج هي وبس بيقول حاجتين: من فضلك انتي واحده ست وتحسي بالست او بالبنت، لما يكون ده رد فعل واحده على مشكله بسيطه ومشكله تافهه، يكون دخل حياتها راجل، ولا تكون هي شخص كذاب من الاول وما بيحبنيش وكانت بتمثل عليا. فانا طالعه اقول لك النهارده، انا مش طالعه اقول لها هي، انا طالعه اقول لك انت صاحب الرساله وصاحب المشكله. لا ذاك ولا تلك، او لا تلك ولا ذاك. برضو لانك شخص اناني قررت ما بينك وبين نفسك ان يكون طهقانها منك وقرفها من اللي انت عملته فيها واستحمالها الكبير قوي للإهانة والخيانة يفسر على انه لما تقول خلاص مش قادرة اكمل مش لعبة تعبت، انه يا اما في حياتها راجل تاني فحضرتك كده بتسوق سمعتها في شرفها، يا اما بتقول هي انا شخص كذاب وبقالها 3 سنين she's a fake person او شخص مش حقيقي. لا، الرسالة بتاعت حضرتك بتقول انها كانت شخص حقيقي جدا، والرسالة بتاعت حضرتك بتقول انها كانت بتحبك جدا وانت الانسان غبي. مشكلة الرجالة انها بتعتقد، او بعض من الرجال بيعتقدوا انه الستات اللي بتحب مضمونة مهما حصل فيهم. بس انا عايزه اقول للساده الرجال الكلام ده مش مظبوط. الست لما بتحب قوي بتبقى حقيقيه، بتستحمل فوق ما انت ممكن تتخيل، وبتوجد لك الاعذار، وبتسامح، تتغاضى، وبتعاملك كأم وكأخت وكزوجة وكحبيبة، وبتاخد في حياتك كل الأدوار، وبتعمل نفسها مش شايفة ساعات كتير حتى لو من ضمنها الخيانة، وبتديك 1000 فرصة تعرف منها واحدة وبقية ال1000 ما تعرفهمش علشان بتحبك وعلشان تكمل معاك. لكن لما البنت أو الست بتقفل وخلصت، وبتحط تحتيها نقطة وبتقطع الكتاب مش الصفحة وبتبدأ من أول وجديد. علشان كده الرجالة في السيبانة بيتعبوا أكتر من الست، لأن الست بتبقى طفحت الكوتة، البنت بتبقى طفحت الدم وشربت لحد كعنها زي ما بيقولوا من البلدي، فالفراق بيبقى بجد. فالحقيقة إن ده كان قلم على وشك، أو زي ما بيقولوا درس ليك، ممكن يكون مفيد، هيعلمك في علاقتك اللي جاية إنه مهما كانت البنت اللي في حياتك ومهما كانت بتحبك do not take her for granted، أو ما تاخدهاش إنها مضمونة، وعملوهم بإحسان، عملوهم بالمعروف علشان يكملوا معاكم. لأن زي ما قلت من 3 ثواني وربع، هي لو قفلت منك قفلت، وعلى قد ما بتستحمل على قد ما هتبعد، وعلى قد ما فوتت لك على قد ما هتبقى مش شايفاك، وعلى قد ما كانت بتديلك فرص انت هتكون اتنسيت بالنسبة لها مجرد انها خدت القرار.